لنفترض أيها الأصدقاء أنه سيكون هناك استياء بين ديلان وبران لفترة طويلة بعد اختطاف طفلهما في الحلقة الأولى من الموسم الجديد من مسلسل زهور الدم. سيتم تصوير الحلقات القليلة الأولى من المسلسل في مدينة مارلي، لأن ديلان وبران سيعلمان أن طفلهما على قيد الحياة عندما يخرج حسن من غيبوبته بعد سنوات. وعندما يفتح حسن عينيه يشكر ربه على أنه منحه حياة ثانية. أيها الأصدقاء، سوف نشاهد حسن كشخصية جيدة تماما من الآن فصاعدا. ومع ذلك لا أعتقد أن حسن الذي سيشعر بالندم على ما فعله بفرات وجون سيعيش طويلا، لأن برا سيعلم عاجلا أم آجلا أن الشخص الذي سمم فرات وجون وخطط لاختطاف طفلهما هو الحالي كان في الواقع حسن نفسه. برا سيجعل حسن يندم على حياته ويضرب الحمار حتى يخرج من الماء. عندما يستيقظ حسن سيرى مدى حزن ديران وبران خلال السنوات الخمس التي قضاها بعيدا عن طفلهما، وسيعتقد أنه ليس من الصواب الانتقام منهم بهذه الطريقة بعد الآن. سيتصل حسن بطريقة ما للمرأة الغامضة ويسألها عما إذا كان الطفل على قيد الحياة. من ناحية أخرى ستدرك أزادي أن حسن يخطط لشيء ما مرة أخرى، وستواجه حقيقة أن حسن هو الذي تسبب في تعرض ديلان وبران لحادث واختطاف طفلهما من قبل امرأة. أول شيء ستفعله أزادي هو إخبار بران أن ميران على قيد الحياة. عندما علمت ديلان وبران أن طفلهما في أيدي قبيلة في مارتين، اتخذ على الفور إجراءات لأخذه وإحضاره إلى القصر. ميران الذي نشأ في مارتين مع عائلة لم يلتقي بها قط حتى سن الخامسة، من الطبيعي أنه لن يتعرف على والديها عندما يراهما. لن يتمكن ديلان وبران من حبس دموعهما عندما يرون مدى نمو طفلهما. إذا ما رأيكم في المسلسل؟ يمكنكم كتابة أفكاركم وتوقعاتكم في قسم التعليقات أبناء. وإذا كنتم تريدون أن تكونوا على علم بتحليلات جديدة حول مسلسل زهور الدم، يمكنكم الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات. أراكم قريبا، وداعا.